لو عايزة تعرفي سر عجينة السينابون الطرية خليكي معايا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سينابون خطيرة. اول حاجة هنحط كوباية لبن دافي، ولازم اللبن يكون دافي عشان الخميرة تختمر. 3 معالق كبار من السكر الابيض، معلقة كبيرة خميرة فورية، و4 معالق كبار من الزبدة السايحة. هنقلبهم كويس جدا علشان المكونات تتجانس مع بعضها. بعد كده هنحط بيضاية وظرف فانيليا بما يعادل معلقة صغيرة فانيليا. هنقلب تاني لغاية ما البيضاية تدوب. بعد كده 3 كوبايات ونص دقيق منخول، دي اول كوباية. وده سر عجينة السينابون الطرية ان احنا ننخلها. تاني كوباية هيت، وهنقلب برضو بايدينا بالمعلقة. هننخل تالت كوباية. بعد كده هنرش رشة ملح. هنقلب بالمعلقة الاول علشان المكونات العجينة ما تلزقش معانا في ايدينا. بعد كده هنعجنها كويس جدا ونسيبها تخمر لمدة ساعة في مكان دافي. بعد كده هنجيب دقيق ونرشه على سطحها، على سطح اي حاجة، وهنفرد العجينة مستطيل. ولازم تكون مستطيل عشان لما نلف الرول يبقى كويس. بعد كده هنجيب 4 معالق كبار من الزبدة السايحة، وهنرش عليهم 5 معالق سكر ابيض كبار. وبعد كده 3 معالق كبار من القرفة الناعمة، هنحطه كله، هنوزعه بايدينا. وبعد كده هنكمل الاربع معالق زبدة سايحة ونحطها علشان القرفة بالسكر تلزق في الزبدة. وبعد كده هنعملها رول ونقفلها من الاخر كويس جدا علشان الحشو ما يخرجش معانا بعد السوا. بعد كده هنقطع الناحية اليمين والناحية الشمال بالسكينة، وهنعمل بايدينا كده عشان المسافات تبقى متساوية. الكمية دي عملت معايا 10 وحدات. بعد كده هنجيب صينية ونحط فيها زبدة عشان بعد كده لما نيجي نشيلها بعد السوا ما تلزقش. هنرص السينابون بين كل واحدة وواحدة مسافة علشان هنسيبها تختمر تاني من ربع ساعة لنص ساعة زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 10 دقايق لربع ساعة على الشبكة وهي سخنة. هنرش عليها الصوص. تعالوا بقى نعمل مع بعض الصوص الخطير ده، هيودي السينابون في حتة تانية تماما. هنحط معلقتين كبار من السكر البودرة، و200 جرام جبنة كريمية، وربع كوباية لبن مسلك تدريجيا زي ما حضراتكم شايفين. حطيت ربع كوباية لبن. هنقلب لغاية ما يعمل معانا صوص سايل. انا كده حطيت ربع كوباية لبن مسلك كاملة. هنقلبها كويس جدا. وده شكلها بعد التقديم. هتعتمدوها ان شاء الله لما تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.